تمام كده يا باشا. الوش ركبت على المروحه، ان شاء الله المروحه دي مش هتقف تاني خالص. خلصت المروحه وبص لك بقى على التلفزيون يا باشا. كده يا باشا انا علقت لك التلفزيون، والتلفزيون ان شاء الله هيبقى ثابت. اللي هو يا باشا التلفزيون والريسيفر ان شاء الله هيشتغل يا باشا بامر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يا باشا؟ الله اكبر يا باشا، اشتغل. الله ينور عليك يا درش. بسم الله ما شاء الله عليك يا ابو مصطفى، والله العظيم ايديك تتلف في حرير يا حبيبي. تعالى ريح نفسك شويه، تعالى. حاضر يا باشا. تسلم يا باشا. قول لي بقى ابو مصطفى، هو انت متجوز؟ هو باشا الحمد لله متجوز الحمد لله. والحمد لله ربنا رزقني ب3 عيال يا باشا، كلهم اولاد الحمد لله. عندي مصطفى واحمد وعمر. وانت يا باشا بقى حضرتك متجوز؟ اه يا سيدي متجوز يا سيدي. ثواني كده. ايه يا حبيبتي؟ اه حبيبتي الصنايعي شغال اهو. والله العظيم انا لحد ما تصرف 50,000 جنيه عشان خاطر عيونك. انا ممكن اصرف اي فلوس عشان خاطر ارضيك يا قلبي. اه حبيبتي كتبت الشقه باسمك، وانا اقدر ازعلك؟ اه بالله عليكي ما تاخريش عليا. اه وانت جايه بالله عليكي ما تنسيش جيبي لنا بقى شويه كباب وكفته وحبه طرب كده من اللي انت بتحبيه. هستناك يا قلبي. مع الف سلامه حبيبتي. خلي بالك من نفسك باشا. في 100 جنيه شكلها واقعه من حضرتك يا باشا. لا عادي يا حبيبي، ممكن تلاقيها واقعه من اي حد في الارض، مش مشكله مش مشكله. المهم هعمل مكالمه تليفون وجاي لك تاني. اتفضل يا باشا اتفضل. الو. ايه يا ام مصطفى؟ لا هتاخر شويه في الشغل يا ام مصطفى. لا كله انت مش هعرف اجي، مش هلحق. يبقى عادي الوقت يجيب لك ب5 جنيه فول وب3 جنيه عيش يا ام مصطفى. اعمل ايه يا ام مصطفى؟ اخر 50 جنيه معايا، انت عارفه يا ام مصطفى. والنبي ادي الواد 5 جنيه كده تجبره بخاطره ويجيب حاجه نفسه فيها. وامانه عليك يا ام مصطفى مصرف ال50 جنيه كلها. حاضر يا ام مصطفى، ادعي لي بس. خلي بالك من العيال يا ابو مصطفى. مع السلامه. مع السلامه. وليه يا رب انا مش زي الراجل ده؟ الراجل ده مش حارم عياله من حاجه يا رب، وبيجيب لمراته كل اللي نفسها فيه. بس هو مش بايدي، هو بايدك انت يا رب. انا عارف ان انت يا رب انت كريم يا رب. بس الحمد لله يا رب انا راضي بعيشتي. اخرت عليك؟ لا يا باشا انت ما تاخرتش ولا حاجه يا باشا. عارف ابو مصطفى، انا عندي اراضي وعندي شركات وعندي فلوس ياما وعندي كل حاجه بتمناها، وانا مستعد اديك كل ده. ده مقابل ايه بقى يا باشا؟ مقابل ان انت تديني عيل من عيالك يا ابو مصطفى. ازاي يا باشا اللي انت بتقوله ده؟ وفي حد بيبيع ضنا يا باشا؟ ده ضنا يا باشا، ده ضنا يا باشا ما ينفعش يتباع. لا يا ابو مصطفى محدش بيبيع ضنا. بس انا يا ابو مصطفى ما بخلفش، وانت ربنا رزقك بالبنون، وانا ربنا رزقني بالمال يا ابو مصطفى، وبحلم بضيوف عيل. وانت ربنا رزقك بالبنون وبتحلم بالفلوس. تعرف يا ابو مصطفى هقول لك كلمه واحده، الكمال لله وحده. تعرف لو ربنا رزقك بالمال والبنون هتلاقي نفسك في حاجه ناقصاك، مش مرتاح، عندك مرض، عندك حاجه. فبالتالي يا ابو مصطفى تحمد ربنا على عيشتك زي ما انا حامد ربنا، وربنا زول ما انا حامده مصبرني. وانا واثق في ربنا انه هيقبل بخاطري يا مصطفى. وخليها حلقه في ودنك، الكمال لله وحده يا ابو مصطفى، الكمال لله وحده. عندك حق يا باشا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الحمد لله يا رب الحمد لله.